أسفة على ولد الحسين وأهله. ماذا أقول لك يا أم البنين؟ لقد كنت عند مولاتي أم سلمة وقالت لي إنها قد رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامها، ولم تره منذ مات إلا تلك الليلة. فقالت له: بأبي أنت وأمي، ما لي أراك شاحبا؟ فقال لها: لقد قتل ولدي الحسين وما زلت أحفر القبور له ولأصحابه. يا حسين، لا ما زال لي أمل أن أراه ثانية برغم ما يشاع هناك من أخبار، وإن قلبي لهف على ابنتي زينب وأم كلثوم والأطفال والنساء. ترى ما حالهم؟ نفوض أمرهم وأمرنا إلى الله، هو علام الغيوب. يا بشر، رحم الله أباك، فلقد كان شاعرا، فهل تحسن شيئا من الشعر؟ إني يا سيدي والله لشاعر. إذن ادخل المدينة وانع الحسين. لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ماذا يقول هذا الناعي؟ أسمعت ما سمعت؟ نعم سمعت. خذي عني. يا الله، لعله خبر عن ولد الحسين. يا ربي يا ربي، يا سيد الحسين، حماك الله حماك الله حماك الله. حماك الله. يا ربي يا ربي يا ربي، أين هو هذا الناعي؟ وحسينا، ترى ما الذي جرى؟ وحسينا، لا، ما الخبر؟ ما وراءك يا رجل؟ وحسينا وحسينا. أصلح يا رجل. أفرج لي. أخبرني عن سيد الحسين، أرجوك أخبرني عن سيد الحسين. من هذه المرأة المذهولة؟ إنها أم البنين. حقا إن هذه المرأة المذهولة نسيت أن تسألني عن أولادها وتسألني عن الحسين. سيدتي، عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. ما سألتك عن عبد الله، أخبرني عن ولد الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. سألتك عن عثمان، قلت أخبرني عن ولد الحسين.
عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. إن ولدي وما أظلت السماء فداء للحسين. تكسر قلبي، أخبرني عن الحسين. اللهم أعني على ما أنا فيه، فوالله ما رأيت امرأة أربط جأشا منها. قتل أولادها وهي تسألني عن الحسين. لا تشعل قلبي نارا، أنبئني عن الحسين. عظم الله لك الأجر بخبر العشيرة يا أبي الفضل العباس. لقد والله قطعتني يا قلبي. بالله أخبرني عن سيدي وولدي الحسين. يا أمه، عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين.